المؤتمر كذلك انضم إلينا مباشرة عبر خدمة سكايب من بروكسل الصحفي هوشناك أوسي. أستاذ هوشناك، بداية أهلا بك. إذن كيف ترى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الكردي بداية؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل. شكرا. في تقديري يعني التواصل ما بين أطراف سورية سواء كانت عربية أو كردية هذا شيء إيجابي، وينبغي الترحيب به طالما المنحى العام، الإطار العام هو في خدمة سوريا، سوريا موحدة، سوريا ديمقراطية، سوريا لا مركزية. أنا أنظر بشكل إيجابي لهذا التقارب وللبنود التي اتفق عليها الطرفان تنسجم مع الواقع التاريخي والاجتماعي والسياسي السوري، والكل يريد مصلحة سوريا، والكل يريد موحدة، والكل يسعى إلى أن تكون في طيب. سوريا التي يصار إلى تأسيسها حاليا. في تقديري دمشق أبرمت اتفاقا مع قوات سوريا والديمقراطية. هذا الاتفاق المشترك أو ما يوصف بوحدة الصف الكردي هو جلب للمجلس الوطني الكردي للاتفاق لكي يكون شريكا في الاتفاق الذي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق. وبالتالي يعني المفاوضات أو مستويات تطبيق هذا الاتفاق من الآن فصاعدا ستكون يعني شراكة بين قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي في سوريا. وفي كل الأحوال سيكون الأمر في خدمة سوريا، بلد موحد لا مركزي يحترم جميع المكونات الاجتماعية والقومية والدينية في البلد. طيب أستاذ هوشناك، يعني على غرار كل هذه النقاط التي حللتها أنت الآن في طبيعة العلاقات ما بين الأطراف ومن حضر اليوم في مؤتمر الحوار الوطني الكردي، على غرار هذه المسودة النهائية للمؤتمر وما تم الإعلان عنه من مخرجات توصل إليها جميع الأطراف المعنية بالجانب الكردي في هذا المؤتمر، هل تتوقع بأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه؟ سؤال مهم وجميل واستراتيجي. يعني الأكثر من الأمور الإيجابية والنظرية والصور الملتقطة، صور التذكارية والتقارير الإعلامية، أهم من كل هذه التفاصيل هو مستوى التطبيق أو مدى جدية الطرفين في تطبيق هذا الاتفاق. في تقديري والتاريخ أثبت يعني أنه الجانب الآخر، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية لاحقا، في تعاملها مع المجلس الوطني الكردي يعني كانت سلبية للغاية. يعني سبق وجرى إبرام اتفاقات ثلاث بين الطرفين، اتفاقية أربيل واحد، أربيل اثنين، واتفاقية دهوك، وأيضا تحت رعاية قيادة إقليم كردستان العراق والزعيم الكردي مسعود بارزاني. لكن طرف حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب صالح مسلم، لم يكن ملتزما أو مخلصا أو وفيا للتعهدات التي أبرمها والاتفاقيات التي وقعها مع هذا مع الطرف الكردي، مع الجانب الكردي الآخر. بالنتيجة يعني هنالك شيء مقلق، وهذا القلق مشروع، وجدية الالتزام في تقديري منوطة بقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي. إذا بتلاحظي معي أنه كلمة الديمقراطية موجودة في التكوينات الثلاثة. مدى احترام هذا الطرف بالذات لتعهداته هذا أيضا متروك للأيام القادمة. ويعني عندما نرحب بهذا التقارب وهذا الاتفاق نضع أيدينا على قلوبنا مشككين أنه هل بالفعل هذه المرة
يعني المرة الرابعة ستكون ثابتة، مش الثالثة ما كانت ثابتة، الرابعة هل بالفعل ستكون ثابتة؟ وحزب الاتحاد الديمقراطي سيحترم توقيعه أمام الرأي العام الكردي والسوري. هذا أيضا يعني يعني الكرة في ملعب هذا الطرف، وهو المطالب بأن يكون ملتزما وفيا بهذا التعهد. طيب، يعني في سياق الحديث عن مسألة الالتزام بتطبيق ما تم التوصل إليه من اتفاقات ما بين الأطراف الكردية اليوم على غرار مؤتمر الحوار الوطني الكردي الذي عقد في القمشلي، هنا نتحدث عن الضمانات الدولية. كل طرف على ما يبدو بناء على التحليلات يعني السياسية هنالك لديها ضمانات سواء كانت محلية أو حتى دولية ضغطت عليهم جميعا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية فيما بينها، من أجل تطبيق ما تم التوصل إليه اليوم في مؤتمر القمشلي ما بين الأطراف والمكونات الكردية بصفة عامة. هل سوف نرى في قادم الأيام أي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه؟ في تقديري كمان سؤالك جميل وفي محله واستراتيجي بما يتعلق بالجهة الراعية والضمانات في حال تنصل طرف من أو تململ أو عرقل هذا الاتفاق. هل الاتفاق جرى بضغط دولي؟ يعني مش لأنه صالح مسلم ومصدوم عابدي استيقظ فجأة وقال أنه مصلحة الأكراد في سوريا تقتضي وحدة الموقف ومن هذه التفاصيل. لا، الموضوع جرى تحت ضغط دولي وتحديدا أمريكي وفرنسي في هذا الإطار، عدا عن ضغوطات أخرى يعني في مستوى أقل من إقليم كردستان العراق، وحتى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون في تركيا هو أيضا في رسائله الأخيرة وفي نداءاته الأخيرة أشار أنه يعني الحل في دمشق، وألمح إلى ضرورة وحدة الموقف الكردي في سوريا ليكون الكرد موحدين. إذا ذهبوا إلى دمشق وهم مشتتين، طيب حكومة أحمد الشارع حكومة دمشق مع من ستتحاور؟ مع من يعني ستجلس ليكونوا ممثلين للشعب الكردي في سوريا؟ يعني إذا هنالك ضغوطات دولية لإبرام هكذا اتفاق، للوصول إلى هكذا توافق، وأعتقد بأن هذه الضغوطات والرقابة الدولية ستستمر على الطرفين، والضغوطات ستستمر على الطرفين لكي يكون هذا الاتفاق الرابع ناجحا ولا يلقى مصير الاتفاقات الثلاث السابقة. شكرا لك على كل هذه التحليلات. كنت معنا مباشرة من بروكسل الصحفي هوشناك أوسي. أهلا وسهلا.